الممثل براك دينيز يرقص هندي وأراس بولوت يقع في فضيحة جديدة، وحقيقة وقوع الممثلة ديميت أوزديمير في حب زميلها أنجين آكيوريك. لمعرفة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها خليكم معنا. تواجد الممثل بوراك دينيز مؤخرا في مومباي الهند في مؤتمر الذي ينظمه الجناح الإعلامي والترفيهي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وهناك التقى بالعديد من نجوم بوليود البارزين من بينهم أنيل كابور وأديتيا روي كابور، حيث تم تداول العديد من الفيديوهات والصور لبوراك. ولعل فيديو رقصه بالهندي كان من بين أكثر الفيديوهات تداولا في تركيا والهند. كما وثقت عدسات المصورين موقفا طريفا جمع الفنان بوراك دينيز بمعجبة هندية حاولت الحديث معه باللغة التركية خلال زيارته الأولى للهند. وفي الفيديو الذي تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت شابة باتجاه بوراك دينيز وكلها سعادة وبهجة لمقابلة نجمها المفضل، فتلقي عليه التحية مستخدمة اللغة التركية، وهو ما أشاد به بوراك مشددا على إتقانها اللغة، ما أشعر الفتاة بالارتباك قبل أن تشكره. وأثنت إحدى المتواجدات في المكان على لغة الشابة لتجيبها الأخيرة: أنا أحبت اللغة بسبب بوراك. وتعود شهرة بوراك دينيز في الهند إلى مسلسل حكايتنا الذي جمعه بالممثلة هازالكايا، حيث لقي العمل رواجا كبيرا في الهند. بعد مواعدة لمدة 3 سنوات، أخيرا زواج المشهورة التركية شيما سوباشي والمليونير المصري محمد السالوسي، حيث تم عقد القران في تركيا مع أشخاص مقربين جدا، ليتم زفاف آخر في مراكش المغرب، كون الثنائي كانوا يعيشون هناك معا قبل الزواج. الحفل تم في أجواء صحراوية وتقاليد مغربية، مع حضور قليل جدا للضيوف، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يتساءلون: أين هو الزفاف الأسطوري الذي سيسمع به كل العالم، الذي تحدثت عنه المشهورة شيماء سوباشي؟ حيث تمت مقارنة بين الزفاف على الإعلامي والمنتج التركي الشهير وصاحب قناة 8 تيفي التركية آجون ليجالي، الذي أقيم حفل زفافها عليه في شواطئ سانت تروبيز بفرنسا، وبين زواجها في الصحراء. ليس هذا وفقط، أين تجاوز بعض رواد مواقع التواصل حدود اللباقة، وقاموا بالسخرية من أجواء الاحتفال وتقاليد المنطقة المغربية، حيث وصلت وقاحة البعض بوصف الزفاف بالسيرك وبأنه عرس جن، وغيرها من التعليقات السلبية التي لا تمثل سوى أصحابها. هذه التعليقات ذكرتنا فيما تعرض له سابقا مراد يلدرم وزوجته المغربية إيمان الباني بعد زواجه وفق تقاليد مغربية، فيما تساءل قسم آخر: لما الزفاف وفق تقاليد المغربية وليس المصرية، خاصة أن العريس مصري؟ والغريب أكثر هو عدم وجود أفراد عائلة محمد السالوسي المصري، رغم الادعاء أنه مليونير. لا يزال الشك يحوم حول حقيقة مصدر ثروته. تحدثت الصحفية بيرسين عن الممثل التركي آراس بولوت إنملي، الذي أصبح يستمتع بوقته بالسهرات الليلية، تحديدا بعد انفصاله عن حبيبتها الممثلة بيجي أونال بعد علاقة استمرت 7 سنوات. وكشفت بيرسين أنه تم رصد آراس خلال عطلة العيد أثناء استمتاعه في أحد الأماكن في تشيشما، ولكن ما لبث أن فقد وعيه وسقط أرضا بعد إفراطه في شرب الكحول، ما دفع بأصدقائه إلى مساعدته كي يستطيع مغادرة المكان، حيث أكد الحضور أنهم قاموا بحمله وإخراجه على الأكتاف. على صعيد آخر، أجرت شركة القمر التركية عدة لقاءات مع راس بولوت من أجل مشروع جديد، فهل سيتوصلان إلى خواتيم سعيدة؟ نذكر أن انفصال آراس وبيجي أونال عن بعضهما بعد ضغط بيجي على آراس من أجل الزواج، لكن الأخير رفض الفكرة، فهل عانى من قراره ويدفع الثمن الآن؟
تعرض الممثل التركي جان يامال لهجوم واسع من الجمهور بسبب تصرفه مع أحد معجبيه من الجنسية الإيطالية. وأثار جان يامان موجة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يوقع على رأس وجبين أحد المعجبين والذي يدعى سايروس أسبوزيتو بقلم أسود. ووصف المعلقون هذا الفعل بالمهين، على الرغم من أن السعادة بدت واضحة على وجه المعجب الإيطالي ولم تظهر عليه أي علامات استياء من تصرف جان. بالإضافة إلى أن جان يامان والمعجب تبادلا العناق وضحكات في نهاية المقطع المتداول. تجدر الإشارة إلى أن سايروس شارك صورة له تجمعه بيامان، نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلا: هل ممكن التوقيع؟ ديميت أوزديمير أعلنت انفصالها عن زوجها النجم التركي أوزهان كوتش الشهر الماضي، وسوف يتم الطلاق الرسمي يوم الاثنين 8 أيار مايو 2023 بينهما. وحسب ما قيل حددت محكمة أدلار في تركيا بعد رفع محامي كوتش دعوى رسمية بالطلاق. ويتطلق الثنائي بعد زواج فقدم ل8 أشهر، بعدما أفادت أوزديمير في منشور أنهما لم ينجحا في هذا الزواج، وأن الأخبار المتناقلة صحيحة وليست بإشاعات، وأن ما قام به سيظل تحت مظلة الاحترام والتفاهم المتبادل بينهما في ظل وجود أهل الزوجين. وللآن لم يتضح السبب الحقيقي لانفصال الثنائي، ولكن بحسب أحد البرامج التركية نشروا أخبار مفادها أن الممثلة ديميت أوزديمير واقعة بحب شريكها الممثل إنجين آكيوريك بطل مسلسلها اسمي فرح، حيث أكدوا أنه من كان سبب الشجار بين ديميت وزوجها أوغزهان كوتش في يوم عيد ميلادها، والذي أدى إلى الانفصال المرتقب بيوم 8 يوليو بين الزوجين. وللحظة لم يتم تأكيد صحة مزاعم هذا البرنامج.